السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم قبل لا نبلش فيديونا طبختنا اليوم راح أخذكم جولة بالفريج مالنا منطقتنا، مسوين زينة الكريسماس. هو باجي يعني اليوم يسمونه كريسماس إيف اللي هو ليلة العيد، وباكر هو الكريسماس. فقلت خلي أوريكم شوية بالفريج مالنا الزينة والبيوت شلون معدلينها وحاطين اللمبات. طبعا الموسيقى على الآخر، أغاني الكريسماس، والكل فرحان ومستانس، والعوايل واليهال. يعني هذا الفريج مسوينه، متفقين البيوت كلهم إنه يسوون زينة بالفريج مالهم. فالسيارات ما شاء الله مسوينهم شنو طابور، كل الناس جاية بتشوف وتطالع وتصور المكان الحلو هذا. من كل فترة يعني كل بيت أو كل 5-6 بيوت يسووا لهم ديزاين واحتفال خاص فيهم، والناس تروح تزور المكان هذا واليهال ويصورون يصير في مسابقات بين الفرجان، منو اللي بيوتهم أحلى، منو اللي ديزاينهم أحلى، وفي جوائز وفي مراكز أولى ومراكز ثانية. حتى في شركات صارت تدش، يعني يأجرون الشركة عشان يزينون لهم البيت مقابل مبلغ مادي على أساس يدشون فيه المسابقات. فقلت خلنا أوريكم الفريج مالنا شلون وايد وايد حلو، وحتى شوفوا السيارات قاعد يزينونها. يعني هذه مو أول سيارة، يمكن هذه رابع سيارة أشوفها يزينونها بطريقة very very nice، يعني so beautiful. فشوف شحلاتها. وبعد الجولة هذه راح ندش إن شاء الله مطبخنا، وأسوي لكم أحلى مرقة شبزي مع عيش أبيض. خليكم معاي وتعالوا خلينا نشوف شو بنسوي. طبعا أنا مجهزة كل شيء قبلها بفترة، فييت على طول على أساس نطبخ. حطيت الجدر وحطيت فيه قفشتين زيت جوز الهند، طبعا هذا أحسن زيت للطباخ. حطيت شوية بصل، تقريبا راسين بصل صغار، راح أحمسهم أحمرهم تحميرة. المرقة هذه وايد وايد حلوة، وفي ناس تسميها شبزي، في ناس تسميها سبيناغ أو something، يعني مسميات مختلفة، بس هي أساسها الخضار الشبنت والكرفس مع بعض. ونحط عليها إما اللوبيا اللي هي الكدني اللي فيها نقطة سوداء، أو نحط الفاصوليا الحمراء. الحين أنا بعد ما حمرت البصل والثوم مع بعض، قصصت تقريبا كيلو لحم غنم أو بيف اللي تحبون، هبرات صغيرة مكعبات صغيرة، لأن أبيها تستوي بسرعة. ما راح أستخدم جدر الضغط اليوم، بخليها على النار يعني على الجدر العادي. بس الأكلة هذه تبي حماس، اللي هو شنو، تحمير، أو إنه نقعد نحمس فيها فترة طويلة. حطيت البهار المشكل، شوية كركم. طبعا البهار اوبشنال، ممكن تحطون أي بهار تحبونه، ممكن تحطون 7 بهارات، فلفل أسود. أنا حطيت قفشتين سماق مثل ما انتم شايفين، وحطيت قفشة هيل، وحطيت قفشة تقريبا البهار المشكل كاري، والكركم الأصفر. أقعد أحمر باللحم تحميرة حلوة، يعني أقلبه لحد ما ياخذ شوية لون أشقر. راح أزيد عليه، أحط عليه الشبنت. هذا طبعا الشبنت أنا شاريته من فترة، وفارمته بالخلاط وحاطته بالفريزر. حاطة معاه شوية بقدونس، فارمته معاه يعني. ولاحظوا المرقة هذه إذا ما تحمسونها عدل قريب الاستوى راح تفصل، راح يصير المرق فوق، والخضار تقعد بالأرضية مال الجدر. That's why we have، يعني لازم نحمسها حماس، نعطيها فرصة لحد ما الدهن مال المرق يطلع فوق، ونشوف الصفي يعني، والخضرة تترسب. ساعتها نعرف إنها أخذت كفايتها.
بنفس الوقت الخضار هذه راح تنزل ماي وايد، لاحظوا، فنخليها لحد ما ينشف الماي نهائيا ونحمسها. حطيت قفشتين معجون طماط عشان يعطي لون حلو وهم طعم يعني حلو، وأقلبها أقلبها أقلبها، أخليها يعني آخذ تقريبا 10 دقايق أنا أقلب فيها لحد ما أتأكد إن الماي مال الخضار نشف نهائيا. لاحظوا راح الحين نشف كل الماي اللي فيها. الحين بزيد عليها الفاصوليا الحمراء. هذه أنا إما تجيبون العلب الجاهزة أو إن تسلقون الفاصوليا الحمراء، يصير هذه الفاصوليا ويصير اللوبيا مثل ما قلت لكم، اللي هي البيضة اللي فيها نقطة سوداء، يسمونها الكدني أو بالإنجليش ما أدري والله شنو بالعربي، أعتقد اللوبيا يسمونها. نقعد نقلب نقلب لحد ما نتأكد خلاص يعني ما فيها ماي. نزيد شوية ملح وهم نرد نقلب فيها. أنا طابخة كمية كبيرة لأن أبي أدز حق ناس يعني. الحين زدت عليها تقريبا قلاصين إلى 3 قلاصات ماي، وكل ما أشوفها يعني بتنشف من الماي وأحس إن اللحم للحين ما يستوي أزيد شوية ماي، ما يضر يعني. أنا طابخة هذه تقريبا حق 3 وجبات. لاحظوا بعد ما ضبطت الملح وكل شيء أغطيها وأخليها على النار لحد ما تستوي. بالفترة هذه الحين بنسوي راح نسوي العيش الأبيض. أنا أحب المرقة هذه مع العيش الأبيض، فهم مسوية كمية كبيرة يعني من العيش. قلت لكم أنا مسويته حق 3 أشخاص، بدز حق ناس يعني أصدقائي، فمسوية 3 وجبات. حطيت كمية من الماي وشوية ملح، وراح أحط عليه شوية دارسين أو قرفة وحبتين 3 هيل وقرنفل أو مسمار عشان يعطيني نكهة بالعيش. شوفوا المرقة شلون صارت. الحين أتأكد من اللحم إذا ما استوى أزيد شوي ماي. بالمقلة الثانية حطيت شوية جوز الهند اللي هو الزيت، وحمرت شوية ثوم، وهذه سر الخلطة اللي تعطي مرق الشبزي نكهة. يعني حمسة الثوم مع الزيت لما نحطها على وجه المرق بعد ما يستوي يعطيه يعني طعم رهيب. فحطيت عليه وراح أغطيه وأخليه تقريبا استوى يعني المرق. الحين راح أحط العيش. حطيت أنا 3 قلاصات عيش بسمتي، كنت غاسلته ومنظفته من قبل، نقعته تقريبا 10 دقايق. بعد ما يغلي الماي راح أحط العيش على الماي وأخليه لحد ما قريب يستوي. مثل ما انتم شايفين أنا تخلصت من الحبات الهيل والأعواد الدارسين اللي حطيتها والقرنفل، لأنه مو حلوة يعني الواحد ياكل يطلع له في نص الأكل ولا لقمته يطلع له هيل ولا بهار ولا شيء، فحبيت أشيلهم من العيش قبل لا يستوي. كمية الماي مثل ما انتم شايفين عادي يعني أي كمية أحطها، لأن anyway إن أنا راح أشخله بالمشخال يعني ما راح أخليه ينشف الماي مع العيش. مجرد ما أشوفه يستوي خلاص أشخله بالمشخال وأصفيه من الماي. الحين استوى تقريبا العيش، شخلته نزلت الماي كله اللي فيه، كل الماي الزيادة راح ينزل. راح أحط شوية زيت بقاعة الجدر أجين وأحط العيش مرة ثانية. لاحظوا دايما أنا استخدم مو زيت، هو هذه زبدة الجوز الهند لأنها صحية وايد وتعطي نكهة حلوة بالأكل. حطيت العيش على الزيت شوية اللي حطيته بالجدر، وأرش عليه الخلطة هذه اللي أنا قلت لكم عنها من أول، زعفران مع هيل مع ماي ورد. الحين بحط على العيش زبدة،
أي نوع من أنواع الزبدة اللي عندكم، تبون السمن البلدي أو الزبدة العادية هذه مالتنا، أو أي نوع من أنواع النكهات اللي تحبونها في الزبدة. في بعضهم تجي I mean بالأعشاب، في بعضهم تجي مملحة، في بعضهم تجي بالجارليك الثوم. الزبدة على العيش الأبيض تعطي نكهة جدا لذيذة. بس نغمس فيه الزبدة داخل العيش ونخليه تقريبا 5 دقايق على نار هادية جدا لحد ما يتهدر مرة واحدة وياخذ وقته في النضوج. في شغلة ثانية بقول لكم عنها على طريقة عمل الشمندر. في ناس وايد يسلقونه. عملية السلق هذه تفقده أشياء كثيرة من الفيتامين والمواد اللي فيه. يعني لو سلقناه وراحت كل المواد بالماء ما راح نستفيد شيء. فبوريكم الطريقة الصحيحة يعني شلون نسوي الشمندر أو الشلغم اللفت مثلا. تلاحظون اللي عندي أنا هني في شوية نوع من السواد لأنه كان حاشة يعني فروزن، صار جامد شوي بالثلاجة بس هو فريش. يعني اللي بسويه إني بحط جدر في شوية ماي عادي من الحنفية، وحط فوق الجدر المشخال مثل ما انتم شايفين، أي مشخال عندكم، وأقصص الشمندر أو اللفت حلقات أو أصابع أو شرائح، أحطها بالمشخال وأغطي عليها الجدر وأخلي الماء لحد ما يغلي تقريبا 10 دقايق. راح تشوفون شلون يستوي، يعني تظل النكهة فيه والما يفقد الماء ولا اللون ماله. هني شوفوا العيش عندي خلاص استوى الحمد لله. قلبته شوي وما أقول لكم عن ريحة الزبدة فيه والبهارات اللي حطيتها والله ولا أروع. الحين رأي وقت النشاب، راح أوريكم شلون طريقته وشلون صارت الأكلة مالتنا. طبعا طريقة التقديم تختلف من ناس، يعني في ناس يحبون يحطونها صحن عود وكل واحد ياخذ بصحنه، أو في ناس مثلا يحطون individual like مثلا كل واحد صحن بروحه، وهي الطريقة الأفضل يعني يكون أنظف وأحلى. شوفوا العيش شلون حلو نثري وكل حبة بروحها وألوانه جميلة جدا وحلو. يعني حق المرقة شوفوا أنا ما شاء الله مسوية كمية وايد كبيرة. شوفوا يعني ما فصل الماء عن الخضار، كله متجانس وما شاء الله ريحة الشبنت والبهار ما شاء الله واصلة، يعني تارسة البيت لا إله إلا الله. حسب ثخن المرقة. في ناس يحبونها like this، في ناس يحبونها ثخينة مثلا مثل الملوخية. بس هي المفروض إذا تنوكل مع العيش تكون بالكثافة هذه شوي ثقيلة. جدا جدا لذيذة وحلوة. ممكن ناكلها مع الخبز، ممكن ناكلها مع العيش، يعني وايد وايد لذيذة وحلوة. يا ريت تجربونها، وخاصة مع اللحم الغنم جدا حلوة. شوفوا اللحم شلون كان مستوي حده، يعني واصل مرحلة الاستواء. وهذا طبقنا لليوم، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم وتجربونه وتنجح الطريقة وياكم، وأشوفكم إن شاء الله على خير. فيديو جديد طبخة أو مشوار أو ما أدري شنو بالضبط، اللي سهلة رب العالمين إن شاء الله. خصوصا إن عندنا باكر هو العيد الكريسماس، وأغلب اللي حوالينا والأجواء اللي حوالينا يعني إجازة وطلعات وروحات. فخليكم معي إن شاء الله، وراح نشوف وين نروح إن شاء الله باكر بالحفلة الكريسماس وشون نقضي يومنا. وخليكم على خير إن شاء الله، ولقائنا باكر.